هذه 3 ايام وانا تنتعرض لواحد الحمله ديال التشهير منظمه وممنهجه. في هذه الحمله استهدفتني باشاعه كبيره ومغرضه تتقول على انني تم اتخاذ شي قرار تاديبي فيا في النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، وكاين واحد الطرد من الغب في حقي. تنقول الزملاء والزميلات اللي تيسالوا عليا واللي تيسولوني واللي اتصلوا بيا، وتنقول المجموعه ديال المواطنين والمواطنات اللي هضروا معايا واتصلوا بيا وتلقاوني في هذا الموضوع، هذا خبر كاذب، هذه اشاعه مضلله، هذه حمله ممنهجه تستهدف المناضله المواطنه البسيطه جدا حنان ريحان. ما يمكن لي نقول الا انه هذه محاوله ديال القتل المعنوي، هذه محاوله ديال التشويش، وهذه محاوله لضرب النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه اللي انا مناضله فيها واللي غادي نستمر في العمل من داخلها. صحابي وصحاباتي في القطاع ديال الاعلام والصحافه اللي تتعرفوني عن قرب واللي تعاشرتوا معايا واللي في كل مره تنتلاقاو تنكون في خدمتكم، اطمئنوا غادي نستمر في العمل الى جانبكم في خدمتكم، وفي انني نكون منصته لمشاكلكم ومنصته لطلباتكم. حنا اليوم تناضلوا من اجل تحسين مزيد من تحسين المهنه، تناضلوا من اجل الاستقرار المهني للصحفيين والصحفيات، وتناضلوا باش يكون عندنا مجلس وطني للصحافه محتضن لهم الصحفيين والصحفيات. مازال مع بعضياتنا اليوم وغدا ودائما، زملاء، اصدقاء، اخوه، اسره واحده، من اجل اعلام مهني ومن اجل استقرار مهني ومن اجل ان نتحلى باخلاق العائله وان نتحلى باخلاق تمغربيت.